الفيلم بيبدأ في باريس في أوائل القرن العشرين، كان جوه سينما، والسينما دي بيعرضوا فيلم جديد. الراجل اللي شغال عرض أفلام في السينما وهو كان شاب خجول اسمه إمال، بيكون في أوضة العرض علشان يتأكد إن كل حاجة شغالة تمام. بس مع بداية الفيلم بيبدأ ينام شوية شوية. الفيلم اللي بيتعرض عبارة عن مجموعة لقطات أبيض وأسود بتصور حالة باريس اللي بتمر بفيضانات ما حصلتش قبل كده، واللي بعد كده بيتسموا بفيضانات سنة 1910 الكبيرة. الأخبار بتقول إن بسبب الأمطار اللي ما بتبطلش نهر السين خرج عن كل الحواجز اللي بتمنعه، والمية عليت حوالي 6 متر فوق المستوى الطبيعي في المدينة. الناس في أماكن كتير حتى اللي زاروا برج إيفل المية واصلة لركابهم، ومعظمهم بيتنقلوا بمراكب بدائية أو كباري خشب. الناس اللي عايشين في تلة من مارتر هم اللي عندهم مكان ناشف يروحوه. وفجأة المشهد بيتغير لإيميل اللي بيصور معجبته ست جميلة اسمها مود، وهما بيتكلموا ماشيين بالراحة في حديقة الحيوان المحلية وبيتكلموا عن الحب اللي اكتشفوه جديد. مود زعلانة شوية إن إيميل خد سنتين علشان يعترف بحبه ليها، وهي ندمانة إنهم مقضوش الوقت ده مع بعض. بس الشاب بيقول إنه كان خايف ترفضه لو كان اعترف لها بحبه بدري، وبيأكد إنه مش ندمان على أي حاجة، وبيوعدها إن مفيش حاجة هتبعدهم عن بعض من دلوقتي. أول ما بيقول الكلمتين دول تمساح ضخم بينط من بحيرة حديقة الحيوان وبيبلع سلة الأكل اللي موت كانت محضراها. الوحش بيخرج من البحيرة وبيخلي الشابين يجروا في اتجاهات مختلفة. إيميل بيعرف يستخبى ورا شجرة قريبة، بس موت بتقع على الأرض. التمساح العملاق بيبدأ يمشي ناحيتها، والوضع مش كويس للبنت الغلبانة دي. وفجأة إيميل بيقف بين الوحش وحبيبته ومعاه بس شمسية، وبشجاعة بيخبط على مناخير التمساح علشان يخوفه. بس بحركة غريبة التمساح بيرمي كرة نار والاتنين بالعافية بيتفادوا من الضربة. إيميل بيتأكد إن المخلوق اللي قدامهم مش تمساح، ده تنين. وموت بتسأل إزاي تنين وصل لباريس، وهنا إيميل بيفوق من النوم وبنفهم إن كل اللي حصل ده كان حلم، وفي الواقع هو كان نام في نص الفيلم وما فاقش غير بريحة حزام البروجيكتور اللي بيتحرق. بسرعة بيقطع الجزء المحروق وبيغيره بواحد جديد علشان الجمهور اللي متجمعين يعرفوا يتفرجوا على الفيلم في سلام. وبعد ما الفيلم بيخلص إيميل بيروح يشتري واحد زيادة من حزام البروجيكتور، وهنا بنشوف إن موت كمان بتشتغل في نفس السينما كمسؤولة استقبال. بيقرب منها بخجل زي كل يوم وبيحاول يتكلم معاها، ومن طريقة نظرة مود لإيميل بيبان كمان إنها معجبة بيه. بس كلامهم بيتقطع بسبب صاحبه المقرب اسمه راؤول، وده كان سواق توصيل واثق في نفسه جدا وبيحب يخترع حاجات في وقت فراغه. راؤول بيدي لإيميل شريط لفيلم جديد وبيسأله لو عايز توصيلة. إيميل اللي بيحاول بكل الطرق إنه يعزم مود على ميعاد في الآخر بيقول إنه عايز التوصيلة. الاتنين بيسيبوا الفيلم مع مود وبيروحوا المدينة. وهم ماشيين إيميل بيعاتب صاحبه علشان قطعه وبيحاول يعزم مود، وراؤول بيسأله إذا كان ناوي يعملها زي مئات المرات اللي فاتت ولا لأ. إيميل ما بيكونش عنده رد لأنه عارف إنه ما عندوش الشجاعة إنه يعزمها. وراؤول المتحمس بيقترح طريقة أحسن علشان يعبر لها عن مشاعره، وهي إنه يكتب لها جواب حب. وبعد كده الاتنين بيلفوا في المدينة وراؤول بيجمع الحاجات اللي المفروض يوصلها. واضح إنه شخص مش مهتم بحاجة، وسواقته المجنونة مشهورة في كل باريس. بينزل وجبة في محل تصليح كاميرات قريب وبيروح يعمل مشاوير تانية قريبة. إيميلي اللي كان جاي علشان يشتري حزام بروجيكتور بيشوف كاميرات حديثة في المحل، بينسى كل حاجة وبيبدأ يبصلها بإعجاب. لما بيطلع من المحل بنشوف إن إيميلي اشترى الكاميرا وبدأ يسجل بيها شوارع باريس. بس طلعاتهم بتاخد منعطف غير متوقع لما حرامي وقح بيخطف كاميرا إيميل اللي كان بيحلم بيها. ولحسن الحظ هروب الحرامي بيفشل لما بيخبط في باب عربية راؤول اللي بتتفتح. راؤول بيستغل الفرصة وبيوجه دعوة للحرامي الوجبة وبيقترح يوصلوا الطرد لصاحبه. وبعد شوية بيوصلوا لقصر قديم كان زمان عايش فيه بروفيسور مشهور. الغريب إن المكان بيكون مهجور ما عدا قرد شقي اسمه تشارلز، وده اللي كان بيساعد البروفيسور. والبروفيسور كان سايب رسالة بيقول فيها للزوار يسيبوا طلباتهم بره علشان هو مسافر. بس راؤول بيتجاهل كلام البروفيسور وبيدخل جوه المكان. بيشوفوا جنينة نباتات ساحرة بتخطف قلب إيميل. بالكاميرا الجديدة بتاعته بيبدأ يصور المناظر الجميلة اللي قدامه جوه بيت البروفيسور. بيكتشفوا معمل سري مليان تركيبات وخلطات مثيرة للاهتمام. راؤول بروحه الجريئة بيقترح يجربوا التركيبات دي، وبيجربوا تركيبات مختلفة منها واحد بيوعد بمقطوعات موسيقية ساحرة، واحد تاني بيقول إنه بيزود نمو النباتات بشكل خرافي. راؤول بينبهر بالإمكانيات دي وبيقرر يحط السماد الخارق على وردة عباد شمس ضخمة. في الأول بيكونوا مبسوطين والوردة بتكبر بسرعة رهيبة، بس فرحتهم ما بتكملش والوردة العملاقة بتبدأ تتأرجح بخطورة. راؤول بيحاول بكل الطرق يمنعها إنها تقع، بس بالغلط بيتدلق وبيخلط شوية من التركيبات القوية. لما الدخان بيبدأ يملى الأوضة نظرة إيميل بتركز على شبح مخيف
بس قبل ما يعرف حقيقته الشبح بيختفي. إيميل بيكون محتار ومرعوب وبيتلفت لراؤول علشان يفهم، بس راؤول بينكر إنه شاف أي حاجة وبيطمن إيميل. بالعافية بيخرجوا من المكان المرعب ده وبيسيبوا وراهم أسئلة ملهاش إجابات بتدور في دماغهم. طريقهم بيوديهم لشخصية جذابة، لوسيل، مغنية في نادي مشهورة بصوتها الساحر. لوسيل دي ست جميلة بصوت يخلي القلوب تدوب، بتكون صاحبة راؤول من الطفولة. في نفس الليلة ولحن لوسيل بيملى الجو، كل اللي قريبين منها بينبهروا بموهبتها. لوسيل كانت عايشة مع عمتها ودي كمان صاحبة النادي اللي بتغني فيه، وفي ركن هادي من المدينة اتنين ماشيين بالراحة في شارع ضيق ومستمتعين بالليل. فجأة الهدوء بتاعهم بيتكسر لما شبح مرعب بيظهر قدامهم وبيبعت موجات صدمة ورعب في جسمهم. من كتر الرعب مش مصدقين اللي شايفينه. تاني يوم الزوج بيروح يعمل محضر في القسم وبيحكي عن اللي حصل، وبيكون عنده أمل يلاقي إجابات تطمنه، لكن للأسف زي حالات كتير محدش بيصدقه. هنا بيظهر مايونيه وده رئيس شرطة باريس ومشهور بكبريائه وغروره. خبر الشبح بيوصله وبيصير فضوله وطموحاته السياسية. بيشوف إن دي فرصة علشان يكسب اهتمام ويأثر على الرأي العام لصالحه في انتخابات العمدة اللي قربت، فبيقوم على طول مدي أوامر لمساعده إنه يبحث في الموضوع. شايف إن التحقيق ده فرصة علشان يبرز قيادته ويحقق طموحاته في السلطة. وفي نفس الوقت الشرطة بتبدأ تفتش معمل البروفيسور ده وبيكون عندهم أمل يلاقوا أي دليل ممكن يكشف حقيقة اللي بيحصل. وفي وقت التفتيش بيلاقوا شريط فيلم كان إيميل وقع منه بالغلط لما كان موجود في المعمل. وفي مكان تاني إيميل مش عارف حاجة عن اللي بيحصل وبيقرر يتفرج على الفيديو اللي صوره في المعمل، وبينصدم لما بيشوف لمحة من الوحش في الفيديو. راؤول بيظهر بسرعة وبيشارك إيميل الصدمة، والاتنين بيتأكدوا إنهم من غير ما يعرفوا أطلقوا مخلوق مرعب على العالم. وهم لسه بيتكلموا الشرطة بتوصل وبتستغل الفرصة علشان تقبض على إيميل وراؤول. عمة لوسيل بتحاول طول الوقت تجمع بين لوسيل ورئيس الشرطة مايونيه، لكن لوسيل مش مهتمة بيه وشايفة إنه شخص مغرور. وفي موقف غريب لوسيل بتلاقي نفسها بتتغدى مع مايونيه غصب عنها علشان عمتها صممت على كده. وهم بيتكلموا في مواضيع مملة بيحصل حاجة بتقطع كلامهم. مساعد مايونيه بيجري عليه وبيقول إنهم قبضوا على 3 متهمين لهم علاقة بالوحش الغامض. والمساعد بيقول كمان إن الوحش ده طلع بسبب برغوت من عند تشارلز القرد، والبرغوت ده اتعرض لتركيبة بتكبر الحاجات. راؤول كان خايف يتحبس وبيرتعش من المصير اللي مستنيه، لكن الغريب إن مايونيه مش ناوي يحبسهم، بالعكس بيكرمهم وبيديهم ميدالية. مايونيه عارف إنه إيميل وراؤول لعبوا دور مهم من غير ما يقصدوا في إنه يكسب ثقة الناس، وبيستغل الفرصة علشان يبين للناس دورهم. وفي مكان تاني لوسيل بتدور على موسيقي جديد علشان يشتغل في الفرقة بتاعتها. واحد اسمه ألبرت بيتقدم وبيكون عنده أمل يعرض موهبته، لكن للأسف قدرات ألبرت بتكون أقل من توقعات لوسيل، وبزعل بتضطر ترفضه. وهو ماشي بيقابل الوحش البرغوث وبيتخض منه، ومن الخوف بيجري من الوحش. لوسيل بيزيد فضولها وبتخرج علشان تشوف ايه الاصوات الغريبه اللي سامعاها دي، فبتتصدم لما بتشوف الوحش البرغوث، ومن الرعب بتجري بسرعه جوه البيت وبتقفل الباب وراها. لكن في وسط خوفها بتسمع لحن خفيف طالع من الوحش، وإن صوت الوحش ده طلع مليان حزن وشوق، وده بيهدي لوسيل وبتتأكد إن الوحش مش شرير. بتحس بالشفقة ناحيته وبتدعوه يدخل لبيتها وبتسميه فرانكو. الاسم ده بيعبر عن قلبه الطيب. علشان عارفة إن السلطات خطر لوسيل بتفكر تخفي فرانكو وبتحاول تخليه شكله زي البني آدمين علشان محدش يعرفه. جوه بيتهم الجديد جيتار قديم بيلفت نظر فرانكو، بيحس إنه عايز يعزف عليه وصوابعه بتتحرك برشاقة. وبعد شوية راؤول وإيميل بيروحوا يزوروا لوسيل في النادي وبيكونوا مبسوطين بالميدالية اللي أخدوها، لكن فرحة لوسيل بتتحول لشك وبتفتكر إنهم ممكن يكونوا سرقوا الميدالية. وهم راجعين الأوضة بيتفاجئوا عمتها بتكون قاعدة مع فرانكو، وعمتها معجبة جدا بموهبة فرانكو الموسيقية بالرغم من إنه اتعلم العزف في دقايق، وبتقترح إن فرانكو يشتغل مع لوسيل في الغنى. ولوسيل مش موافقة على الفكرة دي وبتطلب من فرانكو إنه يمشي، لكن فرانكو بيرفض وبيفضل واقف على المسرح. مع بداية العرض الجمهور بينبهر باللي بيشوفوه. عزف فرانكو على الجيتار بيتجانس مع صوت لوسيل الساحر وصوتهم بيأثر في الجمهور جامد. وبعد العرض راؤول وإيميل بيروحوا يهنوا لوسيل وفرانكو، لكن بيتفاجئوا لما بيسلموا على فرانكو بتظهر علامات الخوف على وشوشهم. لوسيل بتتدخل وبتأكد لهم إن فرانكو مش وحش شرير، بالعكس هو كائن لطيف وعنده صوت جميل. من غير ما يعرفوا ألبرت كان بيتصنت على كلامهم. وتاني يوم مايونيه بيقف في مؤتمر صحفي وبيقول إنه ناوي يعدم فرانكو بالغرق في النهر، وبيأكد إن البرغوث ده
بيكره المية وده سبب خطته. كمان بيعرض مكافأة كبيرة للي هيقوله على مكان الوحش. ألبرت بيطلع على المسرح وبيقول مكان فرانكو. في نفس الوقت راؤول وإيميل بيجروا علشان يقولوا للوسيل. قبل ما يروحوا إيميل بيروح يشوف مود وبيديها جواب من قلبه وبيعزمها على ميعاد. مود بتكون مبسوطة جدا، ولما بيوصلوا لبيت لوسيل بيلاقوا مجموعة من الشرطة. مايوني مصمم يقبض على فرانكو بالقوة. لوسيل بتحاول تمنعهم لكن مفيش فايدة. فرانكو بيعرف يستخبى كويس ومايوني بيعتذر بالعافية عن الإزعاج. ألبرت بيتقبض عليه بتهمة إنه ادى معلومات غلط. بعد ما مايوني بيمشي التلاتة بيخرجوا وبيفكروا ازاي ينقذوا فرانكو، وبيعرفوا ان الامل الوحيد هو انهم يرجعوا فرانكو لشكله الاصلي، وده مش هيعرف يعمله غير البروفيسور. لكن لوسيل بتقترح خطة تانية. وتاني يوم مايوني بيبدأ حملته الانتخابية في المدينة وراؤول وإيميل بيكونوا موجودين. ومايوني بيدعو لوسيل علشان تغني على المسرح، وإيميل بيستغل الفرصة وبيدي مايوني تركيبة وبيقول له ان ده ترياق للوحش البرغوث. ومايوني بيمسك التركيبة اللي إيميل اداها له وبيرشها على فرانكو. في لحظة فرانكو بيختفي. راؤول بيبص للناس وبيقول ان فرانكو رجع بقى برغوث تاني وبيشجعهم يسقفوا لمايوني. لكن مساعد مايوني بيشك وبيكتشف أوضة سرية تحت المسرح. الباب بيتفتح وبيلاقوا فرانكو مستخبي جواها، وفرانكو بيهرب بسرعة ومايوني بيجري وراه وبيضرب نار، ولوسيل واصحابها بيجروا وراهم. مايوني بيتجنن وبيطاردهم وبيقدر يوقف العربية بتاعتهم وبيقبض عليهم وبياخدهم على نهر السين وناوي يغرقهم. بالعافية بينجوا لما بيلاقوا مركب بتخلي العربية تطفو. الوقت ده فرانكو بيهرب وبيستخبى في برج ايفل. لوسيل واصحابها بيجروا وراه وموت بتستنى حبيبها في برج ايفل وبتتفاجئ لما بتقابل فرانكو هناك. بعد كده لوسيل واصحابها بيوصلوا للبرج، وايميل اخيرا بيقابل البنت اللي خطفت قلبه وبيروحوا لفرانكو وبيكون تعبان وضعيف علشان مفعول التركيبة بيروح. وبعد شوية مايوني بيقدر يحاصرهم ومصمم يقتل فرانكو. لوسيل بتتدخل علشان تحمي فرانكو لكن مايوني بيزقها وبيعرض حياتها للخطر. راؤول بيحاول ينقذها لكن بيلاقوا نفسهم متعلقين وحياتهم في خطر. راؤول بيفتكر بذور عباد الشمس اللي اخدها من المعمل وبيرميها في النهر، وبتطلع وردة عباد شمس ضخمة وبتنقذهم. وبالرغم من نجاتهم بيكون فات الاوان. صوت ضرب نار بيوصل ومايوني بيضحك وبيقول انه قتل فرانكو. الحزن بيسيطر على لوسيل واصحابها لكن فرحة مايوني ما بتكملش. المساعد بتاعه بيوصل مش عشان يساعده، لا علشان يقبض عليه. المساعد اخد اوامر مباشره من الوزير باتهامه بالفوضى اللي عملها في المدينه وقتل فرانكو. بعد اللي حصل لوسيل بتحاول تتعافى من حزنها وراؤول بيحاول يواسيها وبيقول لها تلاقي راحتها في الغنى. لوسيل بتجمع قوتها وبتطلع على المسرح. فجاه صوت فرانكو بيوصل لودنها وبتفرح لما بتعرف انه عايش لكن اتحول لحجم صغير. الفرحه بترجع لقلب لوسيل تاني ومع بعض بيغنوا وبيرفعوا معنويات الناس. وبعد كده بيروح للبروفيسور علشان يرجع فرانكو لحجمه الطبيعي، وفي النهايه بيقدروا ينقذوا فرانكو وبيستعيدوا السلام والهدوء في باريس. وبكده بيخلص الفيلم. ما تنسوش تدعموني بلايك لو عجبكم الفيلم وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي جاية.